خلاص بقى انا كده قطعت الجلاش وبقى بالشكل الفل ده، فل كده. مش عايزه اقول لكم ميكس الجبن و مع السمسم مع الزبده مع الجلاش، حاجه كده ولا في الخيال. جلاش بميكس الجبن. حطينا ورقه فل في الصينيه وهندهنها الزبده، وهشيل ورق الجلاش. مش مهم يكون سليم، اكيد طبعا بيطلع فيه ورقه ورقه، وهدهن. ما كترش زبده، طبعا الزبده معايا انا مسيحاها هنا. احط ورقه كمان، وهفضل احط كده لحد ما اوصل للنص. هفضل طبعا ارص الجلاش بالطريقه اللي احنا عارفينها كلنا بنعمله وعارفينها، واوزع الزبده ما كترش عشان ما يبقاش دسم قوي لحد ما اوصل للنص. خلاص هنا انا رصيت نص الجلاش في الصينيه. هبدا بقى احط الجبن بتاعتي. معايا هنا جبنه كريمي، هقلبها. خلي بالي برضه عشان ما يتبهدلش مني. احط الجبنه الكريمي، امسك بايدي هنا كده، حطيت الجبنه الكريمي. احط الجبنه المبشوره، اي جبنه عندك، شيدر، رومي، الموجود عندك، وهقلبها بحيث اوزعها توزيعه كويسه كده. وهجيب جبنه موتزاريلا، ارش رشه في البدايه كده، وارش رشه زيتون مخلي متقطع، وهحط سمسم. معايا سمسم، وشويه حبه البركه دي صحيه، والنبي عليه الصلاه والسلام موصي عليها. هبدا احط كمان شويه جبنه مبشوره فوق كده، وارجع احط الجبنه الموتزاريلا بالكميه اللي انا عايزاها، واكمل بقيت رص الصينيه بنفس الطريقه لحد ما اوصل لنهايه الكميه. بالشكل ده كده. هنا خلاص انا رصيت النص كيلو الجلاش، نص ربع كيلو تحت وربع كيلو فوق، وفي النص الجبنه، ميكس الجبن كله والسمسم وحبه البركه. انا حاطه ورقه زبده تحت علشان لما اجي اقطع الصينيه بتاعتي ما تتجرحش، وكمان هو ما يلزقش فيها. هبدا اقطع دلوقتي. هنا خلاص انا قطعت صينيه الجلاش وبقت بالشكل الجميل ده. دلوقتي هجهز الحاجه اللي انا هسقي بيها الصينيه. معايا هنا بيضتين، هضرب البيضتين ضرب كويس المضرب ده، المضرب ده، وهزودها لبن
وهحط شوية ملح وشوية فلفل اسود بس علشان ايه زفارة البيض. وهصب او هسقي الجلاش بالخليط اللي انا عملته ده. الصينيه كده انا عايزاه ينزل كمان لتحت. وهبدأ بقى خلاص الصينيه كده جهزت معايا، ارش بقى السمسم على الوش. لو حابه تحطي حبه البركه مفيش مشكله، لكن انا بحب شكل السمسم على الوش. وهدخلها الفرن دلوقتي ونشوفها وهي في الفرن ونشوفها بعد ما تستوي هيبقى شكلها ايه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الصينيه عامله ازاي، طالعه كده شكلها تحفه. ادي الجلاش وهو طالع من الفرن. نقطع بقى وندوق كده ونشوف. خلاص بقى انا كده قطعت الجلاش وبقى بالشكل الفل ده، فل كده. مش عايزه اقول لكم ميكس الجبن و مع السمسم مع الزبده مع الجلاش، حاجه كده ولا في الخيال.